أصبح المهاجم الكاميروني كارل إيكامبيونغ محور اهتمام كبار أندية أوروبا بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع ليفانتي، في وقت يتمسك فيه ناديه بالبقاء رغم العروض المغرية التي تلقاها مؤخرا، أبرزها من سيسكا موسكو. ولكن يبدو أن الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم الموهبة الصاعدة قد أشعل سوق الانتقالات مبكرا. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بات الدولي الكاميروني البالغ من العمر 22 عاما من أبرز مفاجآت الموسم في الدوري الإسباني بعدما ساهم في 9 أهداف خلال 12 مباراة، سجل منها 6 وصنع 3. ولفت اللاعب الأنظار بعد انتقاله من فياريال إلى ليفانتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 3.8 مليون يورو، بحسب ما ورد في خطة الجدوى المالية التي قدمها النادي لمساهميه خلال الاجتماع العام الاستثنائي المنعقد يوم 21 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وارتفعت القيمة السوقية لإيتاء يونغ بشكل قياسي في الأشهر الأخيرة، إذ أفاد موقع جيف مي سبوت بأن ليفانتي تلقى عرضا رسميا بقيمة 30 مليون يورو من نادي سيسكا موسكو وصيف الدوري الروسي، لكنه رفضه بشكل قاطع. ولم يمر تألق إيتاء يونغ مرور الكرام على كبار أوروبا، إذ أشارت مونو ديبورتيفو إلى أن مسؤولي برشلونة يضعونه ضمن دائرة اهتماماتهم ليكون بديلا محتملا للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يبلغ من العمر 37 عاما وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. ولا يقتصر الاهتمام بإيونغ فقط على برشلونة، إذ يتابعه أيضا ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال، بينما يرغب اللاعب نفسه في حسم مستقبله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع البقاء في صفوف ليفانتي حتى يونيو حزيران المقبل على سبيل الإعارة وفقا لما أوردته الصحيفة. ويبدو أن قصة المهاجم الكاميروني الواعد ستظل أحد العناوين الأبرز في ميركاتو الشتاء المقبل، بين تمسك ليفانتي بخدماته وطموح الأندية الكبرى في الفوز بتوقيعه.